السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من اسكندريه. احنا فين النهارده؟ احنا قدام كارفور سيتي لايت اللي في السيوف. واقفين بقى ايه، بنصور لكم الاجواء كده من على شارع مصطفى كامل. ده شارع مصطفى كامل رايح جاي كده، وكارفور سيتي لايت قدامنا اهوت. هندخلوا نعملوا جوله من داخل كارفور، هنتعرفوا على كارفور سيتي لايت اللي في منطقه السيوف عامل ازاي من جوه. لان طبعا كارفور بقى اللي عند الداون تاون اللي في اول اسكندريه، ده اللي عند قريب من الموقف وكده. ده هو ده يعني الشهره، والناس اكتر الناس بتروح هناك. وكمان الفرع اللي هناك ده هو اكبر من ده كتير. انا دخلت الفرعين. الفرع ده اصغر من الفرع التاني بتاع كارفور اللي عند الداون تاون بقى، الله يرحمه يعني. المهم احنا هنا داخلين بقى في داخلين كده رايحين على كارفور بقى عشان خاطر نشوفهم اجواء كارفور ايه، واسعار والخصومات اللي عاملينها على الحاجه اللي فيه ايه من جوه عشان رمضان. حطوا لنا بقى اللايك علشان خاطر الفيديو ده يعني انا عانيت فيه معاناه فظيعه فظيعه، هقول لكم كمان شويه. لاني بجد بجد استاهل اللايك على الفيديو ده. بس مش عارفه بعد ما تشوفوه يعني ان شاء الله ان شاء الله خير. بصوا بقى، هم طبعا مانعين التصوير، مانعين التصوير وممنوع التصوير وكده. مش عارفه ليه مانعين التصوير، يعني ليه التصوير ممنوع؟ هو في حاجه غلط بتحصل عشان تمنعوا التصوير؟ انا شايفه ان مفيش اي غلط، يعني الدنيا تمام والناس شايفه شغلها والحاجه نظيفه ليه يتمنع التصوير؟ طب ما انتوا عاملين مجلات ومطلعينها وباسعاركم وكل حاجه والناس كلها بتروح، ليه تمنعوا التصوير؟ في ناس بتحب ان تشوف قبل ما تروح، يعني تشوف الاسعار ايه قبل ما تروح. علشان خاطر يعني تقرر هتقدر على الاسعار دي وتروح تعمل الشوبينج بتاعها من كارفور، ولا تكتفي باي سوبر ماركت جنب البيت بتاعها وخلاص. بس الله المستعان. احنا بقى عملنا لكم جوله، دخلنا بقى ايه، عملنا جوله. كان نفسي اصور لكم حاجه حاجه وكل حاجه بسعرها. بس طبعا قالوا ممنوع التصوير. بس انا حاولت على قد ما اقدر يعني. ده اخر حاجه بالنسبه لي كده كنت اقدر اطلع بالفيديو بالطريقه ديت. فاعذروني بقى لو الفيديو كده مهزوز، لو مش عارفه اجيب الاسعار قوي. فانتوا بقى اعذروني على الفيديو ده، لان بجد انا عملت اقصى حاجه عندي، ما فيش اكتر من كده يتعمل في جوله كارفور. لان طبعا ايه، انا اصلا عارفاهم اللي شغالين في كارفور دول، لو شافوا حد بيصور يقولوا له ممنوع التصوير، ويفضلوا بقى مركزين على اللي ماسكه التليفون طول ما هي موجوده في كارفور. الراجل ماشي كده ورانا كده مركز، هي هتصور ولا مش هتصور يعني. ليه مانعين التصوير؟ نفسي افهم والله، ليه بتمنعوا التصوير؟ انا شايفه ان مفيش غلط يعني يتخاف منه جوه ولا اي حاجه، الدنيا تمام والدنيا نظيفه وما شاء الله يعني زي الفل. طبعا ما شاء الله بقى البضاعه ياما 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 خالص بقى. بس ما فيش ناس، يعني انا شايفه ان الناس شويه الصراحه. بس برضه عايزه اقول لكم حاجه، احنا كنا لسه الصبح، كنا قبل الظهر، فيمكن بقى الناس بقى ايه على بالليل كده بيبقوا اكتر، وده اكيد يعني ان هو بالليل بيبقى اكتر. المهم بقى احنا جبنا لكم كده شويه اسعار. زي ايه بقى؟ يعني البلح الناشف ب 17 بدل 21. انا كاتباهم عندي هنا علشان خاطر ايه، انا زي ما قلت لكم الموضوع كان صعب شويه في التصوير، مش عارفه اركز على السعر. العيون متركزه عليا، هصور ولا مش هصور؟ المهم يعني البلح الناشف ب 17 بدل 21. في خصومات حلوه خالص هناك. فانتوا بقى استغلوا الخصومات ديت ويروحوا بقى. التمر، بلح التمر يعني التمر 13 بدل 17، وجوزة الهند ب 25 بدل 28، والتمر الهندي ب 29 بدل 39، والفلفل الاسود الحصى الربع كيلو ب 47 بدل 69. بتكلم سريع صح؟ والكمون الحصى الربع كيلو 46 بدل 64، والأرز البسمتي ب 41 بدل 64، والزبيب الأبيض الجامبو ب66 بدل 74، والزبيب الأحمر 54 بدل 66. 54 بدل 66، يعني في فرق يا جماعة بسم الله ما شاء الله 11 جنيه. لا لا بجد يعني في فرق كويس جدا. والزبيب برضو الأبيض اللي جنبه 66 بدل 64، لا فرق برضو، فرق 8 جنيه برضو. لا حاجة كويسة. والزبيب السكري ب65 بدل 85، متخيلين؟ 65 يعني في فرق 20 جنيه بسم الله ما شاء الله، الفرق كبير جدا جدا، في خصم جامد قوي.
جبت لكم برضو شويه اسعار تانية برضو. بس انا يعني عايزه اقول لكم حاجه، ان الاسعار دي يا جماعه اللي انا قلتها، يعني التمر مثلا، مش بمعنى ان انا قلت 13 بدل 17 يبقى كل اللي موجود هناك كده، لا، هو اسعار في منه كذا نوع تمر بقى، وكل بقى حاجه، كل شركه بقى بسعر معين. ف فانا قلت لكم يعني ايه، يعني متوسط الاسعار هناك. ما شاء الله طبعا المكان مليان مليان، يعني ما شاء الله كل حاجة في منها باليامة قوي. الواضح ان برضو الناس خفيفة في الشراية. الناس مش ناس كتير اللي بتشتري، هو مفيش ناس اصلا، شايفه ان مفيش ناس خالص اصلا بتشتري، بس انا احتمال عشان خاطر احنا مصورين قبل الظهر فيكون ده السبب يعني. بس برضو حتى لو بعد الظهر، يعني في اجواء رمضان بالمقارنة برمضان اللي فات، كان بيبقى في الوقت ده من الصبح الناس موجودة في كارفور لغاية الساعة 12 بالليل وواحدة بالليل، وناس السنة دي يعني الدنيا بايظة خالص، يعني ما في الناس، ما فيش حد بيشتري حاجة. ربنا يفرجها علينا وعليكم جميعا يا رب. وكل سنة وانتم طيبين. ولو بتشوفوني بقى لغاية هنا ولسه مش مشتركين بقى، ايه، اشتركوا في القناة وحطوا لنا لايك على الفيديو، لان بجد الفيديو ده كان فيه مش ضغط جسدي، لا ده كان فيه، خدوا بس بالكم الاسعار هنا هوت. ما كانش فيه ضغط جسدي، كان فيه ضغط نفسي، ان انا يعني عايزه اعمل جوله، وفي نفس الوقت ممنوع التصوير وانا مش شايفه يعني ان يعني مش شايفه انه حرام التصوير، حرام، ايه المشكله ان انا اصور يعني؟ بس هو يعني ايه هقول ايه، بس الله المستعان، مش عايزه. خليك ساكت يا لساني. بصوا بقى، بط العابد بقى البطة اللي هي من 2700 ل 2800 جرام ب 249 بدل 295. انا هنا بحاول ابين لكم الحاجه اللي في التلاجة من جوه، بس طبعا معلش بقى، يعني احنا بنصور ايه في الاستخبص كده. مش قادره يعني اوضح الحاجه اكتر من كده. هنا بقى اللحوم مكتوب قدامكم اسعار، كلها اسعار متفاوته، ب 366 و 244. 244 اللي هي المكعبات اللحمه، مكعبات اللحمه ب 244 اللي هي اللحمه المكعبات، هي باسعار متفاوته يعني مش كلها زي بعضها. واكيد طبعا اللحمه اصلا يعني ايه، اللحم بقى اللحمه انواع، يعني اللحمه اللي بتتعمل مشوي غير اللي بتتعمل مسلوق، كل حاجه ولها سعرها يعني. لبن المراعي بقى هناك اللتر ونص ب39 اللي كامل الدسم وخالي ونص. اسعار الجبن قدامكم اهي، خدوا بالكم، انا مبطئه الفيديو هنا عشان تاخدوا بالكم برضو من الاسعار بتاعه الجبن. اللبن بقى لبن الشركات اللي هو لبن المراعي بقى، اللي هو كامل الدسم ونص الدسم وخالي من الدسم، كلهم سعر واحد، اللي هو اللتر ونص 39 جنيه. اهي التلاجة قدامكم بتاعت اللحوم اهي بالاسعار، يعني هي الحمد لله هنا واضحة شوية. الناس ما شاء الله نظيفة ولابسة جوانتي في ايديها، هو ليه بقى مش عايزين يصوروا بقى؟ ليه مانعين التصوير؟ في ناس تبقى قاعده في البيوت، ناس ستات كبيره، ناس لهم ظروف مش قادرين يروحوا ولا ييجوا، فبيبقى عايزين يتفرجوا على الفيديوهات ديت، عاوزين يحسوا ان هم راحوا كارفور وشافهم، لان طبعا يعني بيبقى صعب عليهم الخروج. فانتوا يعني ما فيهاش حاجه لما نصوروا فيديو، وخصوصا ان الناس بتبقى طالبه الفيديوهات دي، صور لنا كارفور، وعايزين نشوفوا كارفور وعروضها في رمضان ايه، والناس الكبيره بتبقى عايزه تتفرج. الله المستعان بقى، ربنا يسهل الحال كده ان شاء الله. وحليب جهينة بقى يا جماعة ب37 بدل 42.
حليب جهينة اللتر ونص ب37 بدل 42، كامل وخالي ومن غير دسم، كامل ونص دسم، كامل الدسم ونص دسم وخالي من الدسم، كلهم بسعر واحد ب37 بدل 42. المراعي ب39 بدل ب39 بس، متهيألي المراعي مش معمول عليه عرض، وكامل ونص دسم وخالي من الدسم. الاسعار ديت للتر ونص، لكن جهينة بقى اللتر كامل وخالي ونص ب27. جهينة اللتر فيه ب27. اللانشون بقى، اللانشون الحلواني السادة ب139 بدل 175. 139 يعني 100، يعني 140 بدل 175. طب والله في خصم جامد جدا على فكرة، ده يعني حاجة حلوة جدا. نشجعوا بقى، روحوا ايه الحقوا الخصومات ديت قبل ما يرجعوا في كلامهم. جبنا براميلي سادة، انا قلت لكم ان انا جايبه لكم شويه اسعار كده وكاتباهم هنا عشان خاطر اقوله لكم برضو. جبنا براميلي سادة ب 98 بدل 114. الجبنه الموتزاريلا المبشوره ب 98 بدل 119. الجبنه الرومي البطارخ الساده ب 44 بدل 49. انا ليه انا ركزت لكم على الاكل، يعني ما حبيتش اركز لكم ايه، ركزت لكم على الحاجات المهمه، بمعنى اصح الحاجات العمليه اللي احنا بنستخدمها في يعني لا يمكن الاستغناء عنها، زي اللبن والبلح طبعا عشان رمضان، وجوز الهند والتمر والحاجات دي والكمون، ويعني التوابل ديت على واللحمه. انا جبتها لكم، يعني الفيديو كان موضحها، وانتوا برضو مع الفيديو هتاخدوا بالكم برضو من الاسعار، وانا في حاجات مهديه في المونتاج خالص عشان تاخدوا بالكم منها. وكانت دي يا جماعه جولتنا في كارفور السيوف. وزي ما قلت لكم، ده اقصى حاجه عندي في التصوير في الجوله ديت، لان كنت متحسره حصار فظيع يا جماعه. اه والله يعني كاني بص بصور يعني. بلاش الفيديو يتاخد عليه مخالفه. هو بص، هو دي كارفور كلها بقى، كلها انا ما نقصتش حاجه، صورنا كله على قدر المستطاع، ما فيش اكتر من كده. 39 لبن المراعي زي ما قلت لكم، هو ده لتر ونص. يا رب تكون جولتنا عجبتكم وما يكونش تعبنا، يعني يا رب تعبنا ما يروحش على الفاضي، وكل سنه وحضراتكم بألف خير يا رب، يا رب كده يجعله رمضان سعيد علينا وعليكم. والفيديو فاضل فيه دقيقتين. ده شربات اسمه ايه الشربات ده؟ فيتراك شربات مانجو، لا اسمه فيمتو شربات ب53 بدل 61. والفيتراك الشربات المانجو ب34 بدل 42. والبيبسي 7 اب وماريندا ب16 جنيه. دي بقى مكرونات وطحينة مش عارفة ايه ده. لو انتوا بقى ناويين تروحوا بقى بكارفور يعني وتتسوقوا وكده، روحوا قبل الظهر، بيبقى فاضي زي ما انتوا شايفين كده، والحاجة منظمة وزي الفل. روحوا قبل الظهر، هتعرفوا تاخدوا راحتكم يعني ايه، وانتوا كده بتلفوا كده وبتعملوا الشوبينج بتاعكم علشان رمضان. هنا بقى المفروشات بقى، طبعا الجولة اساسا الهدف منها قوي اللي هو المنتجات الغذائية بقى، مش المفروشات الصراحة يعني، عشان الناس اليومين دول فارق معاها قوي المنتجات الغذائية عشان خاطر رمضان. ان شاء الله يا جماعة رمضان هيجي علينا ان شاء الله بالخير، والاسعار هتكون نزلت شوية عن كده. وكده الفيديو خلص، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.